السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا وسهلا بيكم في مطبخ منا. النهارده هنعمل مع بعض حلوى حلوه قوي بكوبايه دقيق وكوبايه ميه. بس اول حاجه هنعملها مع بعض الشربات، عباره عن كوبايه من السكر ونص كوبايه من الميه. هنضيفهم على بعض وبعد كده هرفعهم على النار لغايه ما الشربات يستووا معايا، وهرش عليهم رشه من الفانيليا وعصره ليمون. بعد كده هنعمل بقى العجينة مع بعض. هنجيب كوباية من المية، رشة بسيطة من الملح، معلقة كبيرة من السكر. تمام كده، معلقة السكر. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الزيت، بس هدوب السكر مع الملح والمية كويس جدا. تمام بالشكل ده. زي ما قلتلك هضيف معلقتين من الزيت. تمام كده، هرفعهم بقى على النار. بس الاول هحط رشة من الفانيليا علشان تطعم الحلويات دي، تديها نكهة حلوة. حطينا رشة بسيطة من الفانيليا. تمام، بعد كده بقى زي ما قلت لك هرفعهم على النار لغاية ما تغلي بالشكل ده كده. بعد كده هضيف الكوباية من الدقيق. يا ريت تعايري المية، الكوباية المية كوباية الدقيق بنفس الكوباية. تمام، معيار الكوباية دي زي معيار الكوباية التانية، وزي ما قلنا كوباية مية بكوباية الدقيق، وشوية اضافات كلها موجودة في البيت. عملت لي حلوة بسيطة جدا ومقرمشة بجد، هتعجبك وتعجب ولادك جدا. بعد كده انا حطيت كوباية من الدقيق على المية والزيت والملح والسكر ورشة من الفانيليا زي ما قلتلك المقادير اهي. هنقلبها كويس جدا وهي على النار. هندخل المية في الدقيق بالشكل ده كده، وهقلبها كويس جدا وهي على النار. اول ما تلم معاكي وتبقى زي العجينة كده، هبدأ اطفي النار عليها. كده انا طفيت النار عليها اول ما لمت معايا. هسيبها بقى تبرد حاجة بسيطة، وبعد كده اقلبها كويس جدا علشان خاطر الدقيق يدوب معايا مع العجينة زي ما هتشوفي دلوقتي. تمام كده اهي. بعد كده هشيلها بقى واحطها على الرخامة، حطيها على القطاع زي ما انت عايزة. المهم ان انت تعجنيها كويس قوي علشان خاطر الدقيق، بس لما تبرد حبة. يعني هي كده لسه سخنة شوية، بس لازم تشكليها وهي دافية. تمام، ما ينفعش تسيبيها تبرد خالص وتبدأي تشكليها. اهي خلاص، بعد ما الدقيق داب خالص معايا اهو، بدأت ادعكها زي ما انت شايفة العجينة لينة جدا معايا ازاي وحلوة قوي. بجد بتتشكل بكل سهولة زي ما هتشوفي دلوقتي. بس هي كده بقت جاهزة معايا. انا هعمل لك بقى كذا شكل مع بعض دلوقتي. اول شكل معايا هنعمل شكل الفيونكة. شكل بجد لطيف جدا، هيعجبك. بس انا بحاول اوريكي ان العجينة لينة جدا معايا ازاي بكل سهولة، وبتتشكل معايا وسهلة جدا. تمام، هبدأ اجيب حتة كده زي ما انت شفتي، نعمتها في ايدي كده، وهبدأ افردها بالشكل ده بالطول كده. تمام كده اهي. هبدأ اقطعها وافردها. مش هتفرديها قوي، اعملي لها سمك شوية، حاجة بسيطة كده. بعد كده هبدأ اجيب السكينة واقطعها. هقطعها بنفس السمك كده، مش هتكتري قوي، يا دوبك صباع كده، حاجة بسيطة. تمام، بعد كده هجيب واحدة منهم سمكها ده معقول جدا. بعد كده هجيب شوكة وهبدأ أشكلها. بجد تشكيلها بسيط وسهل جدا، بشوكة هي موجودة في كل بيت. هجيب أول طرف معايا بالشكل ده، وهعمل الطرف التاني بالشوكة. زي ما قلتلك العجينة حلوة جدا وما بتلزقش خالص. وبعد كده بعملها من النص بصوابعي الاتنين كده وبس. هي بقت شكل الفيونكة بالشكل ده. هعمل معاكم كمان بكل سهولة جدا، بتتعمل زي ما انت شايفة كده. بعمل طرف والطرف التاني وبضغط عليها بصوابع الاتنين بالشكل ده. شايفة بكل سهولة، سهلة جدا، وتشكيلها كمان سهل بالشوكة، وشكلها روعة زي ما انت شايفة. تمام كده، بصوابع الاتنين بضغط عليها اهو. حلوة جدا، يا ريت تعملوها وجربوها. بجد روعة، طعمها لذيذ جدا. زي ما قلنا مقاديرها بسيطة جدا، بكوباية دقيق. وطبعا كل المقادير التانية موجودة في كل بيت.
سهلة جدا وبسيطة، جربيها وان شاء الله هتدعي. هنعمل شكل تاني برضو مع بعض، بس ده هيكون ارفع شوية. انا هفردها بالشكل ده، وبعد كده هلفها بصوابع دورية. تمام، هتبقى شكل الدورية كده. دي برضو سهلة. شكل تاني برضو عملته معاكم. تمام كده اهو، شايفة شكلها بسيط جدا ورقيق جدا، ومفيش اسهل من كده اهو. انا بقى كملت باقي العجينة، وعملت باقي الدوريات دي، وعملت شوية من الفيونكات. تمام، بعملها معاكي اهو برضو عشان ابينلك ان هي سهلة جدا وبسيطة. اضغطي مكان ما بتقفلي الدايرة علشان خاطر ما تفكش منك في الزيت. تمام، برفع على قد ما اقدر. زي ما قلت لك انا عملت الاشكال دي تاني، كملت باقي الدوريات، وعملت شويه فيونكات كده زي ما انت شايفه. هعمل لكم بقى شكل تالت، وده اخر شكل معايا. هنجيب برضو قطعه كده وهنفردها بنفس الطريقه وهنرفع. بعد ما نرفع هنساوي الاتنين ببعض، هنشكلها طبعا شكل تالت. زي ما قلت لك شكل تالت كمان. انا عملت لك شكلين اهم. الشكل التالت هجيب الاتنين قصاد بعض كده، وهحط صبعي فوق مكان القفلة. تمام كده. هجيب واحدة على واحدة زي الضفيرة كده بالظبط، واحدة على واحدة وواحدة على واحدة، وبعد كده اقفل اخر جزء بصوابعي كده كويس جدا. تمام، مطاطية خالص العجينة زي ما انت شايفة كده. انا لفتها لفة كمان من فوق، وده شكلها شكل الضفيرة. بجد تشكيلها لذيذ وسهل، وممكن الاطفال كمان يعملوها معاكي. سهلة جدا وبسيطة. هنعمل كمان اتنين زي الضفيرة دي. انا هعملها معاكي تاني علشان تشوفيها. هنرفع على قد ما تقدري زي ما قلتلك، بس مش قوي. بعد كده هنجيب واحدة على واحدة، وهتحطي صبعك فوق في الحتة اللي موجودة فوق دي. تمام، شايفة لما سبتها راحت لفة مني. انا حطيت صبعي بالطريقة دي، وبعد كده قفلت، وبقت شكل الضفيرة بالظبط زي ما انت شايفة. دي اخر واحدة خلاص كده. انا عملتهم كلهم دورية وفيونكة، وعملنا كمان الضفيرة. هنقليهم بقى في زيت مش سخن، زيت يا دوبك دافي كده انت لسه فاتحة عليه. وبعد كده هبدأ احط العجينة معايا في الزيت بالشكل ده، وهبدأ اقليها على نار وسط. ما تكونش النار عالية قوي ولا هادية قوي. انا بضيف العجينة اهي معاكي في الزيت. اول ما تلاقيها استوت على وش تبدأي تقلبيها على الوش التاني. انا هحط كل الاشكال اهي معاكي وقدامك، وهقليها معاكي كمان. بجد الحلوة دي جميلة قوي وسهلة زي ما قلتلك، والاطفال كمان هيحبوها. انا ابني كان بياكل منها اول ما استوت وهي كانت سخنة. طعمها كان لذيذ، عجبتني قوي وعجبته هو كمان. وان شاء الله هتنول اعجابكم انتوا كمان. هبدأ اديها الوش التاني كده. زي ما قلتلك انا لسه موطيه النار زي ما هي، ما بعلهاش، بسيبها هي بتسخن. الزيت بيسخن معايا واحده واحده. تمام بالشكل ده كده. بعد ما احمرها واديها اللون المظبوط، هشيلها واحطها في الشربات اللي احنا عملناه. قلنا الشربات عباره عن كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه، واول ما يغلي هعصر عصره ليمونه، واول ما يبرد خالص هحط عليه رشه من الفانيليا علشان ما يمررش معاكي. وهو بقى جاهز معايا وبارد جدا. اول ما تلاقي الحلوى اللي معانا دي استوت بالشكل ده، هحطها على طول في الشربات الساقع. يا ريت الشربات ما يكونش سخن علشان هي ما تكونش سخنه والشربات سخن وتطرى معاكي، عشان تفضل مقرمشه لغايه اخر واحده انت عاملاها. تمام، يبقى الشربات ساقع. انا ضفت كل الحلويات اللي خرجتها من الزيت عليها على طول، وبعد كده صفيتها بالشوكة كده وطلعتها كل واحدة في طبق. التقديم زي ما هتشوفيه دلوقتي، وضفت كمان العجينة التانية. تمام كده. دي اخر حاجة خلاص كده. انا خلصتهم كلهم. طعمها رهيب بجد زي طعم بلح الشام. هتشوفي كمان شكلها. وده الشربات اهو، باقي الشربات اتبقى معانا.
انت يا دوبك بتحطيها فيها شويه كده وبتشيليها على طول بالشوكه، بتصفيها بالشوكه زي ما قلت لك. اهي هقطع واحده معاكي هوريها لك. شايفه مقرمشه ازاي، وقلبها من جوه مستوي وشاربه شربات بجد روعه، رهيبه بجد وحلوه جدا. هوريكي كمان الفيونكة، هي دي اللي بقولك شبه بجد بلح الشام، عجينة بلح الشام من جوه بتبقى عاملة كده، ومن بره لونها كمان ومقرمشة. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك علشان يوصلك اي فيديو جديد انزله. وحشوني جدا، مع السلامة.